شو اللي بيخلي شاب 30 بعمر معظم الناس فيه لسه عم تبني بحالها يكون صاحب قرار داخل بلدية كبيرة؟ وكيف شاب من ترشيحة بوصل لموقع تأثير في بلدية معالوت ترشيحة اللي بتجمع بين مدينة يهودية وبلدة عربية، وبصير كأنه هو عنوان القرار لكل ما بتعلق ببلده ترشيحة؟ قديش كان في شك وقديش كان في اختبار حقيقي لإثبات الجدية؟ وهل حماسة الشباب لحالها بتكفي ولا بدها عقلية مختلفة وطريقة شغل ثانية تماما؟ اليوم رح نحكي مع أشرف نعيم عن التجربة، عن التحدي، وعن شو يعني تكون صغير بالعمر بس كبير بالقرار وبالتأثير. أشرف مرحبا. هلا بيك حبيبنا، الله يسعدك. بدي أسألك بالأول عن تجربة أن تكون يا أشرف نعيم نائب رئيس بلدية معالوت ترشيحة. قديش هاي التجربة بالفعل كانت لربما أرضية خصبة حقيقية للتأثير، وقديش في بداياتها كان في تحدي عدم أخذ الموضوع بجدية من قبل الناس، من قبل أعضاء البلدية؟ بدي أسمع منك. طلع خي محمد، لا شك إنه الأمر مش سهل، والناس عنا مش متعودة على مرشحين بجيل صغير، وكان في محاولات ببعض المواقف الاستخفاف بجيلي ومحاولة تمشية الأمور بحكم إني جديد ومفكرين إني مش مدرك للأمور وعم بمشوها كيف هن بيشوفوا. بس خلينا أكون صريح معك، أنا كنت متوقع هذا الإشي، وكان في تحضير مسبق لخبراء ومختصين، وكان في حد طاقم مهني متمرس بكل المجالات عشان أكون متابع وأحدث تغيير إيجابي لترشيحها. كان مهم جدا إني أكون مدرك كيف الأمور بتدور بقلب البلدية وكيف ممكن هقدر أشتغل بشكل عملي لمصلحة البلد. فما كانش بنفع أفوت أتعلم من الصفر، كنت مجهز حالي وكنت عامل جلسات عمل مسبقة. كان عندنا طواقم مهنية مثل مخطط المدن الصديق دكتور عروة سوطات، كنا عاملين جلسات كتيرة لمسطح القرية وكيف ممكن نتقدم فيه بشكل عملي ويرجع بأكبر فايدة على المواطنين حتى قبل دخولي بشكل رسمي على البلدية. وفي الحديث عن موضوع البناء والتخطيط اللي هو شغل شاغل لكثير من بلداتنا العربية، أكيد عارفين كل هذه المآسي اللي بتعيشها بلداتنا العربية في هذا الموضوع. صار له في ترشيحة هذا الموضوع والآفة تقريبا 15 سنة وما كان فيه أي تحرك. هل فعلا قدرتوا خلال هاي الفترة القصيرة تشتغلوا على هذا الموضوع، على أنه يطرأ عليه تحسن معين؟ شو الاختراقة اللي صارت العينية اللي اليوم أشرف بيقدر يجي يقول لأهل ترشيحة تفضلوا صار في تقدم في هذا الموضوع؟ طبعا خي محمد، هذا المشروع أنا بقول لك إياها بصراحة كان على هرم قمة أولوياتي، وهو الأرض والمسكن اللي كل مجتمعنا العربي بيعاني منه. بقول لك إياها بصراحة، تم بذل مجهود كبير مع المخططين والمهنيين لحتى وصلنا لمخطط أكتر فعالية وبرجع بالفايدة للناس. وهون عندك الجلسة الأولى اللي كانت في تاريخ 19/3 استلمت أنا فيها مهامي كنائب رئيس بلدية. أول مشروع تخطيط لحي الكروم مع تحضير مسبق مع الدكتور عروة سوطات، ووقتها تم تقديم لمحاسب البلدية إشور تبارم كديلك هدم شخونات رميم. هذا كان ب 26/3/2024، وبتاريخ 2/4 كان في عنا جلسة للبلدية كمان إشارنا تبارم، وب 24/12/2024 كان جلسة عمل مهنية مع طاقم المهندسين مع الدكتور عروة سوطات، صالح أبو ريا ويوسف صرفاتي المخطط تبع المدن. عندنا تخنية جاهزة لاحتياجات القرية وأهالي ترشيحها، وحافظنا على الطابع القروي فيها. بدي أسألك على المصادقة النهائية على مشروع من هذا النوع، هل ما زال حبر على ورق داخل هاي الورق ولا في نتيجة ملموسة على الأرض؟ طلع أخي محمد، للأسف مرقنا بفترات حرب وكانت المؤسسات شبه مشلولة وما كانش مجال إنهاء المعاملات مع لجان التخطيط والبناء، ولكن تم إنهاء العمل بقسم الهندسي. اشتغلنا 1.5 سنة على تجهيز مخطط حي الكروم بشكل مهني مع كل الطاقم الهندسي اللي كان المخطط جاهز على طاولة رئيس البلدية. احنا اليوم بنحث بشكل دوري رئيس البلدية لتقديم المخطط للجنة التخطيط والبناء حتى نحصل على الموافقة النهائية بأسرع وقت، وإن شاء الله أهل البلد يقدروا يبدوا ويعمروا. إذا ما تمش تقديم المخطط خلال الفترة المتبقية إليه
ممكن إن شاء الله تتم بفترة زميلي محمد، وإحنا راح نكون معه الأخ محمد محمود، وكل ثقة ويقين إنه محمد راح يكمل الطريق اللي بلشناها ويقدم المخطط اللي جهزناه، ونبشر أهل البلد وين ممكن يقدموا للبناء إن شاء الله. طيب يعني بالإضافة لموضوع حي الكروم وموضوع الأرض والمسكن والتخطيط وما إلى ذلك، 2 أو 2.5 إنك موجود في البلدية 2، وهذه فترة قصيرة في عمر السلطات المحلية وعمر الإدارة وما إلى ذلك. شو ممكن نحكي على مشاريع أخرى طبعا خلافا أو بالإضافة لموضوع الأرض وموضوع التخطيط؟ طلع لا شك خي محمد إنها كانت فترة كتير قصيرة بالسياسي، وفترة جدا صعبة وتكاد لا تحسب. صحيح أنا 2 نائب رئيس بلدية، لكن صاف العمل هو أشهر قليلة مع الحروبات والظروف اللي مرقناها، ولكن نعم قدرنا نخلق عن جد فارق. وبفكر كل أهل ترشيحة شاعر بالفرق. أولاً الخدمات للمواطن وسرعة الاستجابة لأي توجه من أي مواطن لتلقي أي خدمة، كان رد سريع، وتابعت كل التوجهات بشكل شخصي للجهات المعنية بالبلدية، واهتميت أنه الأمور تتم بالشكل الصحيح. ثانياً موضوع التخطيط والبناء وخطة استراتيجية مستقبلية لترشيحها، مع الأخذ بالاعتبار التزايد السكاني بالمستقبل واحتياجات البلد. ثالثاً على مستوى التربية والتعليم، الأمر الأول والواضح للناس هو ارتفاع نسبة تحصيل البقروت من 66% عام 2022، ارتفعت نسبة تحصيل البقروت خلال ال3 سنوات الأخيرة لأنه وصلت ل 90%. هذا طبعا الإنجاز الكبير ما جاش من فراغ، كلنا اشتغلنا وكنا بتواصل دائم مع إدارات المدارس في البلد، وتم وضع خطة استراتيجية وتعليمية شاملة، وخاصة تقوية المدرسة الثانوية بترشيحها، المدرسة العريقة اللي خرجت أولاد بلدنا اللي كتير منهم اليوم موجودين في وظائف مروقة وشاغرة. كان دعم هاي المدرسة مهم جدا لإعادة طلابنا المتفوقين إلى مقاعد الدراسة بالبلد، وتم الاستثمار بكافة مدارس القرية. مثلا إقامة مختبر فيزياء بتكلفة 700 ألف شيكل في المدرسة الثانوية، وكمان تلبية احتياجات المدارس الأخرى. مثل كان في عنا ترميم شامل للمبنى القديم بالمدرسة الابتدائية بتكلفة قرابة 800 ألف شيكل، وتحصيل قرابة 1,000,000 شيكل من ميزانية التنفاع، هاي ميزانية إضافية على الميزانية القديمة، وتوزيع منح للطلاب الأكاديميين بترشيحها. وطبعا أخي محمد البرنامج بسعش كتير، إذا بدي أعدل لك إسا مشاريع في كتير أمور صغيرة وكبيرة. إذا بدنا نيجي على صعيد الرياضة، قمنا بترميم ملعب كرة القدم مقابل مبنى البلدية. طبعا الملعب كان يشكل خطر على أبنائنا، كان فيه حفر، كان ملعب غير لائق للعب عليه. اليوم الحمد لله الملعب مرتب مرمم، أولادنا بيقدروا يلعبوا عليه، يجوا بسلامة ويروحوا بسلامة. قمنا بدعم جمعية البيارق لكرة السلة وترميم ملعب كرة السلة البلدي، وإقامة طبعا كمان مدرسة كرة قدم للصغار. وأيضا قمنا بتحصيل قرابة 7 مليون شيكل لإقامة استاد كرة قدم فيش له مثيل في جميع القرى العربية المجاورة. إذا بدنا نيجي على صعيد الفعاليات اللامنهجية، تم بناء خطة لتفعيل المركز الجماهيري مع الزميل والصديق أحمد سمنية، بناء على دراسات لرغبات واحتياجات أهل البلد، وحسبها قمنا بالتقدم بالاتجاه الصحيح، وتم بناء وتفعيل المركز الجماهيري في شتى المجالات: فعاليات تربوية، فعاليات تعليمية وترفيهية، وخاصة في فترة الحرب وما بعدها. قمنا بضخ ميزانيات ضخمة لم يشهدها المركز الجماهيري في السنوات السابقة، وأحيينا فعاليات مثل مخيم ترفيهي للطلاب بقيمة 200 ألف شيكل، مهرجان ثقافي الكريسماس ماركت، مهرجان أنوار رمضان، مهرجان المنزول لإعادة ثقافة وتاريخ ترشيحها، إعادة إقامة فرقة الدبكة في ترشيحها، افتتاح طبعا دورات للإنجليزي، دورات العبرية المتحدثة، وغيرها وغيرها. وإذا معك وقت ممكن أخذك معي على المركز الجماهيري بترشيحها جولة، وتشوف بعينك كيف اليوم المركز الجماهيري بعج بالفعاليات. بالنسبة للمسنين، أنا دايما بهتم بشكل شخصي بالمسنين، وبتواصل معهن دايما، وحتى بزورهن ببيوتهن. وكان مهم جدا إلي
ترميم نادي المسنين في ترشيحة بقيمة 500,000 شيكل، وإعادة استقطاب المسنين مجددا وتفعيله. بعد ما توقف برنامج مفيد في الفترات السابقة، نجحنا في تجنيد ميزانيات بديلة من ميزانيات البلدية لضرورة خدمة أبائنا وأجدادنا بترشيح. لا يعقل نترك هاي الفئة مهمشة، والنادي اللي كان بالنسبة إلهن هو القلب النابض واللون بهاي الحياة. واليوم أنا بقول لك إياها بشكل واضح، بتقدر تسأل كل المسنين كيف هاي الفترة كانت والفعاليات والرحلات اللي بيطلعوها، وهل هناك فارق في فترات سابقة للفترة اللي تواجدنا فيها في البلدية. كيف حالك؟ شو الأخبار؟ جينا نقول لكم كل عام وانتم بخير بعيد الفصح المجيد. كل عام وانتم بألف خير. وانتم بألف خير. شكرا كثير. احنا مبسوطين بزيارتكم لنا عن جد، لأنه يمكن أول مرة بيجوا عنا بصراحة، فيبقى زيارة حلوة. ابو الجون سيارة العروس تبعته جابت امي وقت العرس، يعني لولاك امي ما جاتش على ترشيحها. الله يسعدكم. اذا بدنا نيجي لانجازات في مجال تحسين وجه المدينة والمتنزهات بالبلد، تم ترميم متنزه ابن سينا وترميم بركة ألون اللي هو مقابل بيت غانم سرحان في ترشيحة، وقمنا أيضا بتسمية الشوارع بترشيحة بأسماء عربية أصيلة بتليق بترشيحة. أعطيك مثال، كان في عنا بترشيحة أسماء عبرية اللي ملهاش أصلا صلة بترشيحة، مثل شارع اسمه براغ، أو شو خاصه بترشيحة بعرفش. اليوم إحنا بكل فخر بقدر أقول لك إياها، رجعنا أصالة ترشيحة من خلال تسمية شوارع عربية مثل شارع المنزول، الدبشة، غب الدمون. هاي الأسماء اللي إحنا بدنا إياها أسماء أصيلة اللي هي بتليق في ترشيحة، بالإضافة للصيانة الدورية للشوارع والأرصفة وزراعة الزهور وغيره وغيره. قمنا بمتابعة إعادة بناء مئذنة الترشيحة التاريخية وتجنيد 1,200,000 شيكل من ميزانية البلدية لصالح هذا المشروع، بالإضافة طبعاً للميزانيات اللي جندوها الإخوان من الوقف الإسلامي بترشيحة اللي هي حوالي 800,000 شيكل، يعطيهن ألف عافية وشكراً إلهن. تم فتح مكاتب خدماتية في ترشيحة مثل اتحاد المياه مع يانوتزي اللي ما كانتش وسكرت بالفترة اللي قبل، مكتب فرع البريد قمنا بفتحه، تحصيل أكثر عدد ممكن من الغرف الآمنة المجنيات في ترشيحة. اليوم بقدر أقول لك إياها بترشيحة أكثر بلد عربية فيها غرف آمنة. وعلى الصعيد السياحي تم البدء بتخطيط مشروع بالتعاون مع شباب سحر ترشيحة لتقديم البلدة القديم وتشجيع السياحة المحلية والخارجية، وتم تحصيل ميزانية قرابة 500,000 شيكل من ميزانية 2026 بمشاركة أعضاء البلدية الزميل البيرن دراوس والأخ نخلة النوس، ولمتابعة شؤون ترشيحة في شتى المجالات ولملائمة الخدمات البلدية للمواطن. وبعد فحص الاحتياجات والاستماع لأهالي قرية ترشيحة، تم ابتكار فكرة إقامة لجان مهنية في شتى المجالات من أبناء البلد، مثل لجنة الأرض، لجنة التربية والتعليم، لجنة التمثيل المستقبلي في ترشيحة. وكل هاي اللجان أولاً هن من أبناء بلدنا، وبلدنا الحمد لله فيها ناس مهنية ومتعلمين ومعطائين، وكان مهم جداً بناء طواقم للمتابعة، متابعة التخطيط والمراقبة، علشان ترشيحة تكون أفضل بلد بالدولة وما ينقصهاش إشي، عشان نكون سباقين في شتى المجالات. الله يعطيك العافية أشرف. تمام، أنا عم بسمع شغلات اللي هي كثير مهمة ومشاريع كثير تثير الإعجاب بالفعل، ولكن بالمقابل عم بفهم منك وكأنه كل اللي سبقوك، كل اللي كانوا قبلك في ذات المنصب أو في مناصب لربما عليا واتخاذ قرار في بلدية معلول ترشيحة ما عملوا إشي، وكأنه أشرف نعيم جاء على صحراء وهو أحياها. هذا منطقي برأيك؟ لا خي محمد، بالعكس، كل اللي سبقوني بيحبوا البلد وبيخافوا عليها، ويمكن أكتر مني. أنا مش جاي أتعالى على حدا لا سمح الله، ما أنا إلا ابن ترشيحة الصغير. الفرق اللي أنا عم بحاول أعمله هو آلية العمل. ما بكفي يكون قلبك على البلد وتحب البلد، لازم يكون في طواقم مهنية بكل مجال وذات كفاءات عالية، ولازم نعرف كيف نطالب بحقوقنا وكيف نحصلها عن طريق الحنكة السياسية. وكمان الطريقة اللي خلتنا نحصل على كل هاي الإنجازات هو إنه حضرنا بحث لكل مجال، وكان إلنا جلسات مع المسؤولين،
وتواصل مع الأهالي وبناء خطة لكل مجال ذكرناه قبل، وحضرنا خطة جاهزة. ولما تم تقديمها للأقسام في البلدية هذا ساعد على تسريع الموافقات وإخراج كل هاي الخطط لحيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن. وفي شغلات خي محمد أنا بقدرش أخوض فيها أكتر من اللازم. مرات إذا ما بتقدر تتابع الملفات وتدرسها بشكل دقيق ممكن موظف معين يتوهك أو يضوعك وينقل ميزانيات من محل لمحل تاني. في عدة ملفات اكتشفت إنه بفترات سابقة تم استعمال ميزانيات ترشيحة في محلات تاني وقدرنا ننقذ ما يمكن إنقاذه، وفي ميزانيات للأسف راحت. عشان هيك ما بكفي تكون قلبك على البلد وتضرب على الطاولة، لازم تعرف تتابع كل ملف وملف وتتابع الملفات بدقة وما تركن على الوعودات الكلامية. لازم كل شيء يكون موثق ببروتوكولات ومتابعة كل صغيرة وكبيرة، وغير هيك الخسارة ممكن تكون كبيرة بدون ما تكون مدرك للي بيصير حواليك. ما شاء الله، يعني اللي بفهمه انه الحرب وكأنه مش مأثر عليكم بالمرة خلال كل هاي الفترة. لا بالعكس تماما، كان تحدي كبير بتحصيل ميزانيات وتقديم مشاريع في وقت الحرب. طبعا المؤسسات والوزارات معظم الوقت ما بيداوموا، وكمان الميزانيات تقتطع من كافة المرافق في وقت الحرب. بس كنا حريصين بالتواجد بجميع الجلسات بالبلدية والتواصل مع الوزارات وكبار الموظفين لشرح احتياجات ترشيحها وخاصة بوقت الحرب. وأنا بآمن بأمثالنا العربية خي محمد، وفي مثل بقول لك اللي بيسهر على عنزته بتجيب توم، وإحنا قدرنا نحصل أكتر ما يمكن لترشيحها بهاي الفترة. كان عندنا تحدي إضافي إنه إحنا بنبعدش طبعا عن الحدود، وكان سقوط صواريخ كتير مرات بالبلد، وكان عنا ضحايا للأسف. وهاي الفترة كانت ضغطة بحد ذاتها. كنا كل الوقت بتواصل مع المؤسسات المعنية لمتابعة أحوال البلد والمخاطر وكيف ممكن نساعد الناس ونحاول نوجهن حتى يكونوا أمنين قدر الإمكان. وكمان كان تواصل مباشر مع كل المتضررين حتى نساعدهن ونرشدهن كيف يقدموا للحصول على مساعدات وتعويضات اللي بتطلع لهن. فالحرب عزيزة كانت عن جد عائق وزادت على شغلنا شغل. طبعا احنا بنعرف انه اغلب السياسيين الا من رحم ربي بيكونوا قبل الانتخابات في جلسات القهوة وفنجان القهوة كيف نسميها في مجتمعنا العربي، بيسلموا بأهله في الكل، وبتصير علاقتهم فجأة في كل البلد ممتازة وعظيمة عشان يحوزوا على أصوات الناخبين. فجأة بعد الانتخابات كثير منهم زي ما قلنا إلا من رحم ربي بيختفوا وبتصير يتطلع بس على دائرته الصغيرة. عزيزي محمد اللي بتقوله للأسف صحيح، ولكن المعظم مش الكل. ترشيحها اليوم بتشهد بعلاقتي مع الناس كانت وما زالت وراح تضل بتواصل مستمر وعلى طول، لأنه هذا ما إله علاقة بالانتخابات والمناصب السياسية، هذا إله علاقة بالانتماء وحب البلد. أنا بلدي ترشيحها خي محمد، ربيت وكبرت فيها، ومن وأنا ولد صغير كل فعالية وكل إشي لمصلحة البلد أنا موجود فيه. علاقتي الحمد لله طيبة مع الكل ومع كل الناس، وبحاول أساعد قدر المستطاع كل واحد بتوجه لي على الصعيد الشخصي قبل ما أفكر أصلا في الترشح للانتخابات. وبعد ما استلمت نائب رئيس البلدية بالعكس هذا زاد علي تقل ومسؤولية، وكان تلفوني وبابي مفتوح لكل مواطن ترشيحاوي إن كان صغير أو إن كان كبير، اللي صوت لي واللي ما صوت لي. وبتقدر تسأل كل ترشيحة إذا في حدا توجه لي وما حاولت أساعده أو أخدمه. طبعا أنا مش ساحر، في طلبات بقدرش وبتتعلقش فيه وخارجي أصلا عن صلاحياتي. لما استلمت منصب نائب رئيس البلدية أنا ما سعيت الحمد لله، طبعا ما سعيت لأطلع أي موظف من وظيفته، بالعكس أنا دعمت الموظفين حتى يقدموا أفضل ما عندهن للبلد، ويمكن تقلت عليهن الحمل شوي وبتمنى يسامحوني. أنا بآمن إنه لازم وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب حسب قدراته وكفاءاته ومش حسب انتمائه. وفي عدة مجالات اللي كان في تعاون بينه وبين منافسيني بالانتخابات، لأنه المنافس هو مش عدو إليه، بالعكس إحنا منلتقي في كتير نقاط اللي هي فيها مصلحة ترشيحها، لأنه مصلحة ترشيحها فوق كل إشي. أعطيك مثال بسيط خي محمد. بجلسة ميزانية عام 2026 أنا والزملاء البيرندراوس ونخل طنوس اتحدنا مع بعض
حتى نحصل على أفضل ميزانية لترشيحها. علاقتي مع الناس والتواصل معهن ما انقطعتش ولا مرة، لا قبل الانتخابات ولا بعد الانتخابات. أنا بزيارات مستمرة للناس، وما بخبي عليك بالأساس الكبار بالعمر، بحس إنه عندي مسؤولية تجاههن، إنه أطمن عليهن ببيوتهن وأسمع منهن احتياجاتهن ومتطلباتهن. وأنا بتعهد قدامك خي محمد وقدام الكاميرا إنه هذا الإشي رح يستمر حتى بعد إنهاء مزاولة عملي كنائب رئيس البلدية، ورح أضل الابن الخادم لكل بيت ترشيحاوي. بالنسبة لأشرف اللي هو كمان جزء من عائلة، كمان هو جزء من محيط أصدقاء، كمان هو جزء من بزنس هو بناه على مدار سنوات طويلة، عملك السياسي ما أثر على كل هذا المحيط الشخصي تبعك؟ بتقولش لو إنه صبرت شوي أو لو إني أخفف شوي؟ وإحنا حكينا أوف ريكورد على قديش في عندك ساعات كمان بتبذلها في البلدية وفي العمل وفي الاجتماعات وفي الجلسات وما إلى ذلك، وفجأة بتلاقي إنه وكأنه بطل في عندك حياة شخصية وبطل في عندك كمان متسع من الوقت لشغلك. كيف بتوازن بين الشغلتين هذول؟ طلع أنا اليوم يعني حاطط كل جهدي حاطه لبلدية معلول ترشيحة ولا ترشيحة خاصة. قسمت مهام بيني وبين إخوتي بالبزنس تبعي. أنا بهتم بأمور البلدية، وحتى مرات قلت لك حكيت لك قبل شو اسمه إحنا قاعدين برا إنه أنا مرات بتأخر الساعة 10-11 بالليل بقعد بالبلدية من أجل نرتب أمور ترشيحة. فعمليا أنا اليوم صحيح البلدية أخذت من وقتي، بما إني شاب عزب بسمح لنفسي إنه أعطي وأخدم هاي البلد كل نهاري أو كل وقتي. بعد ما تتجوز يتغير الموضوع يعني، بفهم منه. طلع إشي أكيد الواحد بس يتجوز في أمور بيته، في التزامات، في عنده مرأة كمان، المرأة بدها حقها بالبيت. وهذا الجواب بأخذني لسؤال عن بكرة، عن المرحلة الجاي أشرف، عن المستقبل كيف راسم له. ترجع للبزنس بشكل كامل، يضلك موجود في العمل السياسي، تدمج بين الشغلتين، أو على التسهيل كيف نقولها؟ اللي بيعرفني بيعرف إنه أنا ولا بحياتي اشتغلت إشي على التسهيل، فيش عندي على التسهيل. كل إشي بشتغله بكون مخطط له، بشتغل مرتب منظم. حتى لما أنا في أمور اللي هي أكبر مني بستشير ناس كبار من أهل البلد أو ناس مهنيين اللي عشان أخذ قرار مرتب ومهني وبيجيب فايدة، مش قرار عشوائي. في طموح كبير إنه نتقدم بالعمل البلدي أو بالعمل السياسي بشكل عام. بقدرش أحكي شو نيتي لقدام، أنا من طبعي بحب أكون شوي بغموض بهاي الأمور، بحبش أحكي فيها. بما إنه بنحكي هيك بتفاصيل وأمور شخصية، بدي أخذك كمان على شيء شخصي ولكن بتعلق أكثر بطفولتك. أنا سمعت ووصلني إنه أشرف نعيم الطفل كان يروح على البلدية وهو صغير بس لسبب مختلف، مش عشان يصير نائب رئيس بلدية معلول ترشيحة، كان بده يزور حدا من حبايبه. صحيح، بكل فخر أنا بقول لك إياها. أمي صارت 30 سنة عاملة بلدية، وأنا وصغير كنت أزور البلدية، أروح أشاغب أغلب أمي بالشغل. واليوم الحمد لله بقول لك إياها بكل فخر أنا نائب رئيس بلدية، وأمي بعدها عملت نظافة. الإنسان العظيمة اللي بفضلها الحمد لله، فضل دعمها أنا اليوم بهذا المكان بخدم أهل بلدي، وهي دايما بتحثني على خدمة الناس وبتدعمني بمشواري وبطريقي. يعني فخر كبير لأمي، الله يخلي لي إياها والله يطول بعمرها. تحاول تتواصل لحدا أمك اليوم دائما أمي بتيجي عندي على المكتب بتجيب حدا، مش حرام يوم ما ساعده أي حدا، ساعد ساعد هذا العامل، ساعد هذا البنادم اللي عنده مشكلة، بده يتوجه لأمي طبعا. قديش أهلك كانوا مؤثرين في مسيرتك؟ أمي كانت مؤثرة في مسيرتي ودعمتني بكل مشواري، كل إشي. طب يعني حكيت هون على موضوع إشراك الناس في اتخاذ القرار أو الاستشارات وما إلى ذلك، وهذا أمر محمود دائما، ولكن قديش فعليا المجتمع في ترشيحة كان شريك باتخاذ القرارات؟ هل في مواقف اضطر فيها أشرف نعيم أنه يكون عكس التيار، عكس الشارع، ويقول برأيي أنا الشخصي، أنا مع تجربي لازم أخذ هذا القرار بغض النظر شو الناس بتقول؟ مستحيل ولا مرة. إحنا بنشتغل مع أهل البلد، وعشان هيك إحنا أقمنا لجان استشارية أنا والأخ الزميل عضو البلدية السيد ألبيرو إندراوس. اشتغلنا بتعاون مع بعض لإقامة لجان استشارية
من أهل البلد بمجال التربية والتعليم، بمجال التمثيل المستقبلي ومجال الأرض والمسكن، لناخد قرارات جماعية من عدة قوائم أول إشي ومن عدة ناس مهنيين من البلد. إن كان بمجال التربية والتعليم في عنا بلجنة التربية والتعليم مدراء مدارس سابقين، معلمين من أهل البلد، وكذلك في مجال الأرض، وكذلك في الثقافة وفي الرياضة وإلى آخره. شو برأيك بنقص في المجتمع العربي في قرانا وفي بلداتنا في سلطاتنا المحلية من تجربتك إنه يكون كمان عندنا في سلطاتنا المحلية شباب صغار في نيابة رئاسة البلدية وحتى في رئاسة البلدية يكونوا في مركز اتخاذ القرار، وخصوصا مزبوط لربما صار في تطور في هذا الموضوع في السنوات الأخيرة، بس بعدنا بحاجة. شو هي النصيحة الذهبية اللي ربما بيوجهها أشرف نعيم من موقع مسؤولية ومن موقع الوظيفة تبعته للناس اللي بيشوفوها مش بس في ترشيحها في كل مكان؟ طلع أنا بوجه رسالة لكل المجتمع العربي، ما تترشحوش وكأنه عائلية أو حزبية أو طائفية. بدي أعطيكم شو أنا عملت في ترشيح. أنا في ترشيح قلت بدي أقيم العائلية، بدي أقيم الطائفية، وبدي أقيم الحزبية، وقررت أشتغل كابن بلد، وقررت أعمل حزب اللي هو بيجمع كل أهل ترشيحة، وحتى اسمه البيت الترشيحة، واسمه كبير، بيت كل أهل ترشيحة. فهذا البيت بيجمع كل أهل ترشيحة، بيفرقش بين أشرف وبين إلياس وبين محمد وبين، ما بيفرق ولا بين أي إنسان. فبنشتغل كلياتنا مع بعض، بنخدم أهل البلد، والحمد لله النتائج مبينة لما بنشتغل ككل. هاي النتيجة. أما لما بنشتغل كأفراد أو كفئات فالنتيجة هي بتكون ضعيفة جدا لأهل البلد. فهاي نصيحتي لكل البلاد العربية، بكفي عائلية، بكفي حزبية، وبكفي طائفية. اشتغلوا على شباب، أعطوا جيل صغير يتعلم من خبرتكم، ولكن خليكوا انتوا تاخدوا من طاقته، فالإشي بيجي حلو ومتوازن وبيخدم أهل البلد. عشان نختم ونلخص أشرف، بعد كل هذا اللي مر، شو الصورة اللي حابب أنت الناس في ترشيحها اللي بتقدم لهم الخدمات اليوم تتذكرك فيها بعد ما تترك المنصب أو بعد ما تمر سنوات؟ سياسي ناجح، إداري ناجح، ولا ابن بلد قريب من الناس وعمل عشانهم؟ أنا بفضل أكون ابن هالبلد، قريب من الناس كيف ما تعودوا علي، خادم لأهل بلدي، لأنه أنا بحب هاي البلد عن جد. اللي بيعرفني بيعرف قديش أنا بحب ترشيحها وبحب أهلها وبحب بساطة أهلها. عنا البلد كتير ناس مثقفين، ناس مناح، ناس بسطة، وأنا كتير يعني بتواصل دائم مع أهل البلد، ودائما تلفوني بيصلني كتير رسائل من أهل البلد على الشغل وبيشجعوني ملان. أنا دائما تلفوني بيصل، إذا بفرجيك قصة التلفون بفتح لك الرسائل بتشوف 5000 6000 رسالة من أهل البلد بس دعم إنه اللي عم تعمله واللي عم تشتغله جدا مميز جدا منيح. فأنا بحب هيك أكون الشخص، بما إنه أنا أصغر واحد بترشيحة، أنا ابنهن الصغير، فبحب أكون ابن البلد أكتر من إنه أكون إشي تاني. ابن البلد القريب من الناس، ونائب رئيس بلدية معلول ترشيحة أشرف نعيم، شكرا، يعطيك العافية. شكرا.